هو احنا ليه بنقول في 60 داهية؟ ليه ما نقولش مثلا في 40 داهية او في 80 داهية؟ اشمعنى 60؟ عارفين ليه؟ عشان احنا طلع مضحوك علينا السنين دي كلها وفاكرين ان الداهية المقصود بيها مكان، بس ما طلعتش كده. طلع ان الداهية دي مقصود بيها اشخاص، ورقم 60 هو عددهم. الموضوع اصلا بدأ في اليمن قبل الاسلام. كان في صراع بين قبيلتين، قبيلة اسمها مسحج وقبيلة اسمها همدان، وكانت دايما مسحج هي اللي بتنتصر. فهمدان حبت انها تنتقم، فقررت انها تعمل خديعة في مسحج بالاتفاق مع الفرس. همدان قالت لمسحج ان احنا عايزين نعمل قعدة عرب مع بعض علشان نوقف الصراع اللي ما بيننا ده، ومسحج صدقت، وقرروا ان هم يبعتوا 60 شيخ من دواهي القبيلة بتاعتهم. والداهية هو الراجل الحكيم الخبير بالامور اللي كلمته مسموعة. واول ما ال60 شيخ وصلوا لقعدة العرب دي، همدان والفرس طلعوا عليهم وقتلوهم. طبعا بعد الواقعة دي قبيلة مسحج ضعفت جدا واتفرقت، وهرب منها ناس كتير، وكان من بينهم واحد اسمه قيس بن مكشوح. خليكم فاكرين الاسم ده كويس علشان هنحتاجه بعد شوية. بعد كده دخل الاسلام اليمن، واليمنيين كلهم اسلموا. بس بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام حصلت الردة، فبقى في حروب بين المسلمين والمرتدين عن الاسلام. كان من ضمن الناس اللي بتدافع عن الاسلام قيس بن مكشوح. كان في بين المرتدين ناس من قبيلة همدان والفرس، فوقتها افتكر قيس بن مكشوح كل اللي هم عملوه في قبيلته زمان قبل الاسلام، فكان بينتقم منهم شر انتقام وتسبب لهم في خراب ودمار كتير. ففي بعض الوسطاء حبوا ان هم يتدخلوا عند قيس بن مكشوح علشان يخف اللي هو بيعمله ده شويه. فوقتها قال لهم ده في 60 داهيه، يعني في مقابل ال60 شيخ من دواهي قبيلتي اللي اتقتلوا غدر على يد همدان والفرس. ومن وقتها ظهرت الكلمه دي.